في رحلة فضائية بتقع السفينة على كوكب ما، والشخص اللي جوه السفينة ديت بيفقد التواصل مع الكوكب بتاعه الأصلي. بس مع شوية محاولات كده اللي هو يعرف يتواصل معاهم، بالفعل بيعرف يتواصل، بس التواصل بيبقى ضعيف جدا. وبيجيله أخبار إن شبه مستحيل إن حد يعرف يجي يلحقه من على الكوكب اللي هو فيه ده. وبيقولوا له إن أنت تحاول تعايش في الكوكب اللي أنت فيه، ونتمنى إن الكوكب دوت يبقى هو الجنة بتاعتك، إن أنت تعرف تكمل فيها حياتك. فبيبدأ يخرج وبيحاول يدور على اي حد عشان يتكلم معاه. عايز ما يبقاش لوحده، كل همه ان يبقى فيه تواصل بينه وبين شخص تاني. وبالفعل بعد ما بيفضل ينادي فترة طويلة جدا، بيحس بحركة حواليه وبيحس ان في حد موجود. فبيبدأ يتواصل معاه: انت مين؟ انت فين؟ اظهر، انا عايز اتكلم معاك، ما تخافش مني. بس الحد دوت بيخبطه بصخرة على دماغه وبيغمى عليه، وبعد كده لما بيصحى بيكتشف اللي هو دخل السفينة بتاعته. بيحاول يدور عليه في كل حتة مش لاقيه، بس بعد فترة من التدوير بيلاقيها بالفعل، وتطلع واحدة جميلة جدا، بس مش عارفين يتواصلوا مع بعض. وبعد محاولات للتواصل بيقدر يفهمها اللي هو جاي من كوكب تاني، وان السفينة بتاعته وقعت في الكوكب ده، وان هي كمان كانت في نفس الحالة دي جاية من كوكب تاني، كوكب بتاعها بعيد جدا، والسفينة وقعت في نفس الكوكب دوت، وهما الاتنين مش عارفين يتواصلوا مع بعض، وطريقة الكلام مختلفة تمام. فبيبدأ يحاول يلاقي طريقة للتواصل، أو طريقة اللي هما يبنوا حياتهم مع بعض. فبيمسك التراب بإيده وبيقول لها: اسمه إيه عندكم؟ What do you call this? In your language. فبتقول له: إيرث. بيقول لها: إحنا كده لقينا اسم الكوكب بتاعنا، هنسميه إيرث. وبعد كده بيبدأ يعرفها على نفسه إن اسمه كوك، وهي تقول له إن هي اسمها نوردا. هو يقول لها: انا كوك ادم، وهي تقول له: انا نوردا ايف. Cook. Cook. Adam Cook. Adam Cook. Norda. Noda. Eve. وبيبداوا يعيشوا مع بعض في الكوكب. وبنعرف من هنا ان كوك ادم ونوردا ايف هما ادم وحواء اللي بدأوا الحياة على الكوكب بتاعنا. دي كانت حلقة من حلقات ذا تويلايت زون، من اعظم المسلسلات اللي اتعملت في التاريخ في وجهة نظري. رود سيرلينج واحد من اعظم الناس اللي كتبت خيال علمي في التاريخ في وجهة نظري. الراجل دوت عمل ذا بلانيت اوف ذا ايبس الاولاني خالص بتاع 68، وعمل طبعا ذا تويلايت زون اللي فيه الحلقة دي، واللي هي حلقة اندر ريتد جدا ومحدش بيتكلم عليها كتير. وهو عنده الملكة اللي هو يقدر يخليك في اخر لحظة في اي حلقة هو بيكتبها تعمل كده. بجد اللي انا شفته ده حقيقي، والحلقة دي خلتني اعمل كده. وانا بتفرج على الحلقة ديت، مش من اعظم الحلقات اللي في المسلسل مليان حلقات، 5 مواسم. الموسم بيتراوح طبعا من 29 حلقة 38 حلقة على حسب كل موسم، ما عدا الموسم الرابع بس كانت حلقاته طويلة، كان مختلف. في حلقات كتير جدا ممكن اطلع اتكلم عليها، بس الحلقة دي بالذات بتعيشك في حالة كده وانت قاعد تمام، انت متعود على الجو عشان خاطر هي حلقة في الموسم الخامس. فانت لو شايف المواسم اللي قبل كده، فانت متعود على الجو بتاع المسلسل عامل ازاي. الجو المسلسل اللي هو دايما بيحكي لك حاجات ممكن تبقى في المستقبل عامله ازاي، او الكائنات الفضائيه، او كل الكلام ده. ومليان حلقات عظيمه ومليان حلقات جامده. والحلقه ديت مش استثناء. الحلقه ديت كانت بحسها كانها بدايه للتوايلايت زون عموما اللي احنا شفناه ده كله. ازاي التوايلايت زون بدأ؟ بالنسبه لي الحلقه ديت كانت هي الاجابه، ان ادم وايف بتوع التوايلايت زون بدأوا من هنا. والكوكب او العالم او الريلم اللي احنا بندخله من التوايلايت زون بيبدأ من الحلقة دي. حلقة انت بتفضل تتفرج عليها مجرد واحد بيحاول يتواصل مع الناس اللي في الكوكب بتاعه، وبعد كده ما بيعرفش. بعد كده بيحاول يتواصل مع الشخصية اللي قدامه، وبعد كده ما بيعرفش. وبتعرف قد ايه هي كانت خايفة منه من الاول، وبعد كده بيقولك الرسالة ان احنا بنخوف من غير حاجة. احنا كبشر او ان احنا كجنس بنرعب وبنخوف اي حد قدامنا، وقد ايه احنا سيئين. الحلقة بتحكي لك حياة البشرية كلها في 20 دقيقة بس. فدي من عظمة رود سيرلينج يا جماعة. الراجل دوت عبقري بدون أي شك. هو اللي ورا الشو دوت، وورا أفلام كتير نزلت، وورا حاجات تانية كتير قوي، وأفكار كتير من أفكاره بقت أفلام بعد كده وعملت فرانشايز. يعني عندك مثلا فيلم تشاكي اللي هو الدمية القاتلة، ده كانت بذرته من حلقة من الحلقات دي. عندك مثلا ذا ثينج، بذرته كانت حلقة من الحلقات دي.
عندك حاجات كتير جدا بذرتها او اساسيها كانت حلقة من حلقات ذا تويلايت زون اللي بدأ في 1959 وخلص في 1964. تويلايت زون بيعمل حاجة مختلفة تماما عن المسلسلات اللي كانت بتنزل في الفترة دي او حتى لحد النهاردة. البلوت تويست اللي بيعملها في كل اخر حلقة مختلفة لدرجة لو ممكن يعمل لك مش بلوت تويست واحدة، لا بيعمل لك اتنين، ممكن يبني لك حلقة كاملة على بلوت تويست وفي الاخر يغير مفهومك تماما عن الحلقة كلها. تحس ان انت كنت ماشي في اتجاه وان البلوت تويست رايح هنا، بعد كده يروح في الاخر يقول لك لا ده البلوت تويست مش هنا، البلوت تويست الناحية التانية. بيفكرني بالظبط بالمشهد ده. ودلوقتي انا عايز اتكلم عن واحده من اقوى الحلقات اللي نزلت في تاريخ المسلسل ومن اكتر الحلقات اللي ممكن الناس اتكلمت عليها، بس انا ما شفتش حد في المحتوى العربي اتكلم عليها، فانا عايز اتكلم عليها. الحلقه بتبدا بصوت غريب وشجر متغطي بتلج وفي منه شجر متكسر، وبنشوف اتنين ضباط بيحققوا في حاجه وقعت من السماء هي اللي كانت عامله الصوت دوت وكسرت الشجر ودخلت تحت التلج، وبيقولوا ان الحاجه دي مش هنعرف نطلعها غير في الربيع عشان التلج مغطيها، وكان اليوم دوت فيه عاصفه جامده جدا. وبعد كده بنعرف ان كان في اتصال من واحده بتقول اللي هي شافت حاجه في السماء والحاجه ديت بدات تقع وكسرت الشجر، فبيأكدوا على كلامها، والحاجه ديت هي طبق طاير كان في السماء ووقع واستخبى تحت التلج. بعد كده واحد من الضباط بيلاقي اثار اقدام ماشيه فوق الحطام دوت ورايحة ناحية مطعم، فبيقرروا يروحوا عند المطعم دوت عشان يشوفوا الشيء اللي خرج من الحطام ده. الاتنين ضباط بيدخلوا المطعم وبيلاقي جوه المطعم دوت 7 أشخاص، وبعد كده الضباط بيسألوا صاحب المطعم هو مين السواق بتاع الأتوبيس اللي بره ده، فبيرد عليه السواق بيقول له أنا السواق بتاع الأتوبيس دوت، وأنا كنت واخد الناس ديت عشان أخرجهم بره المدينة ديت وهنعدي على كوبري، بس العاصفة كانت جامدة جدا وأنا عارف إن الكوبري دوت مش هيستحمل ان احنا نعدي عليه في وسط العاصفه دي، فقرر ان هم ياخدوا من المطعم دوت لحد ما العاصفه تخلص. بس في وسط كلام السواق بيطلع روس، الراجل اللي كان عايز يروح بوسطن باي شكل من الاشكال عشان هو عنده اجتماع مهم جدا وعايز يلحقه، وبيبدا يتكلم معاه اللي انت لازم توصلنا باي طريقه وما نستناش العاصفه دي تخلص ومش هينفع وكده. فالسواق بيوقفه بيقول له ان انا عارف الطريق اكتر منك، انت شغال في شغلك انت فاهمه وده شغلي انا اللي فاهمه وما تعملش كده. وبنكتشف هنا ان روس هو اكتر واحد بيتكلم فيهم كلهم، وبيبدأ البوليس يبص لهم نظرات تفحص جامدة جدا، فكله بيسأل انت بتبص لنا كده ليه، انت شاكك في حاجة؟ فالظابط بيسأل انت كان معاك كام راكب في الاتوبيس ده؟ بيرد السواق بكل ثقة ان هو كان معاه 6. فبيقول له الظابط ازاي 6 والمطعم فيه 7؟ هل المطعم كان فيه حد قبل ما انتوا تدخلوا؟ بيرد السواق وفي نفس الوقت صاحب المطعم ان لا، المطعم ما كانش فيه اي حد، المطعم كان فاضي من الساعة 11 لحد ما الاتوبيس دوت جه، والاتوبيس كان فيه 6 زائد السواق، يعني المفروض كده 7، وفي واحد زيادة قاعد معاهم هم مش عارفين جه منين. والروس هنا بيبدأ يتكلم بيقول يا جماعة احنا كلنا كنا في الاتوبيس، مفيش حاجة اسمها كنا 6، احنا كنا 7 في الاتوبيس عادي، وانتوا ليه بتحققوا معانا؟ ولو هتحققوا معانا انا عايز المحامي بتاعي. وبيطلع يا عم الحاج دوت يشكك في كلام روس وبيقول له ان انا ما شفتكش في الاتوبيس، انت ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ وروس بيقول له نفس الكلام، انا اللي ما شفتكش في الاتوبيس، هو انت مين؟ وبيبدأ النقاش يحتد بينهم كلهم. وبعد كده الضابط بيبدأ يشرح ان في مكالمة جات له ان في سفينه فضائيه وقعت، ان شاكك ان في حد طلع منها وهو جوه المطعم دلوقتي قاعد معاهم. وبعد الضباط ما بيحاولوا يتاكدوا من السواق ان هو ما شافش وش اي حد من الناس، اكيد انت هتعرف تتعرف عليهم، قال له ان العاصفه كانت قويه جدا، هو يا دوب قدر يعدهم بس كده من دماغتهم وخلاص ومشي، العاصفه كانت قويه لدرجه ان هو ما شافش وش اي حد فيهم فما يقدرش يتعرف عليهم. وفي واحدة بتطلع تقول طب احنا ممكن نشوف اي 2 كابل او 2 مرتبطين وكده هنعمل اليمينيت ليهم، يعني هنخرجهم بره دايرة الاشتباه والدايرة هتقل عشان نعرف نلاقي الشخص الغريب اللي بينا ده. بس وهي بتقول كده الست دي بتقول لخطيبها او لجوزها ان انت كان عندك حسنة على دقنك، الحسنة دي راحت فين؟ ويبداوا يشكوا في بعض ويبدا كله يطلع التفاصيل الصغيره في بعض عشان يقولوا ان انت ما كنتش معانا او مش انت اللي انا اعرفه. بعد كده بيبدا عم الحاج دوت اللي هو تقريبا اجمد شخصيه موجوده في الحلقه كلها بيبدا يقول تحققوا من روس، شوفوا كده لو عنده اجنحه تحت البلطو بتاعه، شوفوا كده لو عنده رجل تالته،
ولما يبدأوا يسألوا على إثبات الهوية كل واحد بيحاول يطلع بإنه معهوش الإثبات الهوية بتاعه لحاجة ما، والبنت دي بتطلع تقول إن بعت الإثبات الهوية بتاعها في الشنطة بتاعتها اللي جاية لها شحن، بس السواق بيأكد إن هي كانت موجودة وإن هي الوحيدة اللي قدر يلاحظها وهي بتركب الأتوبيس، وكلنا عارفين ليه طبعا. قبل ما يسألوا روس عن أي حاجة بتبدأ موسيقى تشتغل، النور ويقيد ويطفي، يبدأ حاجات بتتكسر في المكان، بنبدأ نعرف بجد ان في حد غريب موجود معاهم، في حد مش من المكان هنا، في حد من كوكب تاني. بعد كده بيجي تليفون للضابط بيقول له ان الكوبري دلوقتي تمام، ان هم ممكن يعدوا من على الكوبري عادي خالص. طبعا السواق بيتشكك في الموضوع دوت، بيقول له ان انا متمرس في المنطقه دي، انا مشيت فيها سنين كتير وعارف ان الكوبري دوت ما تطمنلوش بالسهوله دي، بس هو اكد له ان المهندس قال ان كل حاجه تمام. وبالفعل صاحب المطعم بيبدا يطلب منهم الفلوس وبيقول لهم كل واحد خد حاجه يجي يدفع هنا، وبيعدي عليهم واحد واحد، انت خدت كذا انت خدت كذا، وبيجي على روس يقول له انت خدت 14 كوبايه قهوه، ده كتير جدا طبعا في الوقت الصغير اللي هم قعدوه ده. وبعد كده بيركبوا الاتوبيس وبيعدوا نفسيهم بيلاقيهم 7 فعلا، وبيقول الراجل دوت احنا كنا جايين هنا 6 دلوقتي بقينا 7، على ما نوصل بوسطن هنبقى 17. بعد كده بنشوف مشهد للمطعم من بره والموسيقى بتشتغل وروس داخل على المطعم لوحده، وبيقعد قدام صاحب المطعم وبيقول له انا عايز كوبايه قهوه. صاحب المطعم بيبص له وهو مستغرب، انت جيت هنا لوحدك ليه وانت مش ركبت معاهم؟ انا شفتك وانت بتركب معاهم. الراجل قال له ايوه انا ركبت معاهم ده حقيقي، بس الكوبري ما كانش متصلح وان الاخبار اللي جت ديت ما كانتش حقيقيه، ووقع بيهم كلهم في النهر وكله مات على حسب كلام روس. بس الراجل صاحب المطعم بيستغرب بيقول له طب وانت ازاي طلعت سليم كده وحتى مش مبلول؟ فهو بيبص له يقول له مبلول؟ يعني ايه مبلول؟ وبعد كده بيطلع ايد تالتة وهو بيمسك السجاير وبيولعها. وهنا التويست، هو دوت المارشن، هو دوت الكائن الفضائي. وبعد كده بيبدأ يعرف الراجل اللي هو جاي من المريخ على الارض عشان خاطر يشوف هل الارض مكان كويس ان المريخيين يحتلوها ولا لا. وبعد كده بنشوف البلوت التانية العبقرية، ان صاحب المطعم بيقلع الطاقية وبيوريله عين تالتة هنا، وبيقول له ان انت اهلك مش هيقدروا يجوا هنا، والناس اللي هم من المريخ عشان خاطر بتوع الزهرة هم اللي جايين، وان انا هنا بقالي سنين وعارفين المكان دوت اكتر منك، وبالفعل بدأنا الاحتلال. وهنا بتخلص الحلقة وبيجي لنا اخر كلمة من رود سيرلينج، ان انت في اي حتة لازم تتأكد ان انت قاعد مع واحد ما عندوش عين تانية او ايد تالتة. واحدة من احسن الحلقات، واحدة من اقوى البلوت تويست اللي ممكن تشوفها في حياتك. دي بلوت عبقرية يا جماعة. اولا انت عارف من البداية ان في حاجة غريبة، وبتبدأ تتبني هل فعلا الكلام اللي الظباط ده بيقولوه حقيقي ولا لا، وبتشوف احداث غريبة، تليفون بيرن، نور بايده يطفي، موسيقى بتشتغل لوحدها، حاجات بتتكسر، تبدأ تعرفك واحدة واحدة ان فعلا في شيء غريب بيحصل في المكان ده. بتتأكد منه في الآخر لما بتشوف الإيد التالتة للراجل اللي هو شاذ عنهم وهو غريب عن البشر عموما، وإنه فعلا جاي من المريخ. وهنا بتبقى البلوت تويست الأولانية. بعد كده بيفاجئنا بالبلوت تويست التانية لما بنكتشف إن أصلا هم كل دوت كانوا قاعدين مع 2 من كواكب تانية مش واحد بس. روس ستيرلينج عنده كتير قوي 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 يقدمه، وفي كتير قوي 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 اللي ممكن احكي عنه. مسلسل طويل، مسلسل حلقاته كلها عبقرية، مسلسل حلقاته كلها جامدة بتفاوت طبعا، حلقات عالية جدا ممكن تاخد 10/10. الحلقة دي بالنسبة لي 10/10، وحلقات تانية ممكن توصل 8 7.5. بس في الاخر هتقف مذهول من اللي بيحصل، تقول ازاي الراجل ده في الوقت ده فكر الافكار دي. افكاره كانت سابقة عصره، لحد النهارده بنستعمل الافكار اللي هو قدمها لنا في تويلايت زون. وبس كده، اعملوا سبسكرايب. سلام.